نرحب بكم مشاهدينا الكرام في قناتنا ماروك نيوز تيفي، التي تسعى لتقديم تغطية شاملة وموثوقة للأخبار الهامة على الساحة الوطنية والعالمية. نشكركم على دعمكم وثقتكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. الجلسة كانت إيجابية وموفقة بكل المعايير. أولا، النقاشات التي كانت داخل القاعة كلها أكدت على دعم مسلسل تفاوضي من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. ثانيا، كان هناك كذلك دعم للمبعوث الأممي للسيد كولر. ثالثا، كانت مجموعة من الدول التي ساندت الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكانت كذلك دولة شقيقة نادت من داخل مجلس الأمن على احترام سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية. فهذا طبعا ما جرى داخل القاعة. كان هناك كذلك دعم لمن المبعوث الأممي فيما يخص اتصالاته الثنائية مع أطراف النزاع الجهوي، ودعمه لإشراك الدول المجاورة وخاصة منها الجزائر. وكان هناك مجموعة من الدول كذلك نادت على أن الجزائر يجب أن تشارك بجدية وبروح يعني المسؤولية في هذا المسلسل. ما موقف هورست كولر تحديدا من الجزائر؟ طبعا هورست كولر يعرف أن لا حل دون حضور الجزائر في طاولة المفاوضات. طبعا المغرب قالها له في الرباط، وقالها له في لشبونة، وقالها له كذلك في نيويورك عدة مرات، والكل يعرف. وأظن أن في أروقة الأمم المتحدة الكل يعرف أن الحل في الجزائر وليس في تندوف. الحل سوف يكون مع الجزائر أو لن يكون هناك حل. ما هو مطلوب تحديدا من الجزائر في هذا السياق سعادة السفير؟ مطلوب منها أن بدل ما تحكي قصص ومقترحات ومناورات وراء الستار، أن تجلس في طاولة المفاوضات وتطرح كل شيء فوق الطاولة. وإحنا مستعدين، وهذا ما قلناه للسيد كولر في كما قلت في عدة اجتماعات. أما هناك مشاورات أو تحكي كل الوقت، ولكن لما يسألوها تسألها الأمم المتحدة أو نحن نطلبها بأن تأتي للاجتماعات، يعني تتخبى وراء البوليزاريو. البوليزاريو الكل يعرفه أنه هو بيتق لتخطيط جزائري لخطة جزائرية مع الأسف فشلت. وإحنا الآن نقول كنا واضحين: لا مفاوضات بدون حضور الجزائر. طبعا إذا كانت الأمم المتحدة تريد جلسات مطولة كما حصل لحد الآن، ما عندناش أي مشكلة. تكون هناك لقاءات مع الأمين مع المبعوث الأممي، ولكن لا ننتظر أن تكون هناك تقدم أو أي فصل في قضية الصحراء المغربية بدون جلوس الجزائر معنا. بمعنى ذلك أنه لا اعتراض أيضا على الدخول في محادثات مباشرة مع جبهة البوليساريو إن كانت الجزائر حاضرة؟ هل هذا ما أفهمه منك؟ احنا نتفاوض مع الجزائر. البوليساريو ليس عنده لا شرعية ولا استقلالية في القرار ولا أي شيء. القرار بيد الإخوة الجزائريين، الحل بيد الإخوة الجزائريين، ومستقبل المغرب رهين بانخراط الجزائر في هذا المسلسل. طبعا إذا شفتوا البيان الصحفي الذي أصدره المجلس بعد الجلسة والذي قرأه رئيس المجلس، كانت هناك واضحة. الأطراف يساندون المبعوث الأممي في اتصالاته، والآن نتكلم على اتصالات ثنائية وليس مفاوضات. ليس هناك مفاوضات الآن، لم تكن مفاوضات في أي شيء منذ أن عين كولر. أما الآن فالأطراف واضحة، وطبعا وبين هذه الأطراف احنا الجزائر أحد أطراف هذا النزاع. أعذرني على الإصرار في السؤال سعادة السفير، معنى ذلك أن المغرب يرفض الجلوس إلى طاولة التفاوض بشكل مباشر مع جبهة البوليساريو؟ هل هذا ما أفهمه منك؟ نرفض طبعا لا مفاوضات مع البوليساريو إلا
المفاوضات مع الجزائر. البوليزاريو أنا كما قلت هو بيتق في لسياسة جزائرية توسعية في المنطقة، وهو الذي جمد المسار المغاربي والبناء المغاربي لحد الآن. ما موقف الأمم المتحدة من هذه المقاربة المغربية في هذا التفاوض؟ هذه مقاربة ليست جديدة أخي حكيم، هذه مقاربة ليست جديدة، هذا كلامنا من سنين، ولكن كنا دائما حتى مع كريستوفر روس يعني كان فيه وعود أنه حيجلسوا، طبعا جلسوا كم مرة في لقاءات يعني informal meetings، ولكن بعدين خرجوا بقوا خارج القاعة. احنا قلنا خلاص انتهت يعني الوقت الذي الجزائر تلعب وراء الستار، نريد أنها تأتي وتجلس وتتفاوض. ما كانش جلوس تاع الجزائر، ما كانش هناك مسلسل تفاوضي. نعم، سؤالي الأخير إذا سمحتي أخي تفضل حكيم. تفضل. غير أمس مجلس الأمن ألح على شيء في بيان، وربما شفتوا البيان، هو خطورة الوضع في القرقارات. وطبعا كنت سأطرح السؤال عن القرقارات، تفضل. أيوة، أنا أستسمح إذا سبقتك عليه لأنه مهم وهذا خطير جدا. فكل الأعضاء فكان فيه إجماع داخل المجلس أن يطلبوا من بوليزاريو أن يخرجوا من القرقارات ويحترموا الاتفاقيات العسكرية ويحترموا المنطقة العازلة من السلاح. طبعا قيلت لهم بالروسية، بالفرنسية، بالعربية، بالإسبانية وبالإنجليزية، إلا لما ما ردوش فهم. وهنا أريد أن أؤكد شيئا ما اللي قلناه للأمين العام، واتصلنا طبعا مع الأمين العام، اتصلنا مع كل دول مجلس الأمن. لن تكون هناك أي انطلاقة لمسلسل التفاوضي بدون خروج البوليزاريو من القرقارات. والمناورات التي تحاول الآن بوليزاريو أن تعملها في بير لحلو وتفاريتي تكون خطر كذلك على المفاوضات. سياسة الأمر الواقع انتهت. نحن نرفض الابتزاز، نرفض المناورات، نرفض يعني اللعب بأمن واستقرار المنطقة. نعم. الجزائر وبوليزاريو يجب أن يختاروا إما المفاوضات والشروع في حل يعني مناقشة حل سياسي، أو يعني الاستفزازات وخلق المشاكل في قرقارات وفي تفاريتي وبير الحلو. أشكرك جزيل الشكر سيد عمر هلال، المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، على تلبية دعوتنا في هذه الساعة الإخبارية المغاربية.